اهلا بيكم حبايبي في قناتي وصفات ام جودي. النهارده هغير مفهومك عن البسبوسه. لو بتعمليها وما بتظبطش معاكي يبقى الفيديو ده ليكي. النهارده هنعمل البسبوسه مش مجرد حلوى عاديه، لا دي هتكون اسهل والذ بكتير مما تتخيلي. هنتعلم مع بعض طريقه تحضيرها بطريقه جديده ومبتكره من اول المقادير لحد ما توصلي لقطعه بسبوسه ناعمه ومرمله وقمر كده. الشربات بتاعها مظبوط، ما فيهاش غلطه. يلا بينا نعرف ازاي نحضرها ونقدمها لضيوفنا في رمضان، وكمان تعمليها النهارده لأسرتك وتستمتعوا بطعمها الجميل. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مقاديرنا. اول حاجة هجيبها معايا كوباية ونص من دقيق اللي هو سميد البسبوسة. هنجيب بولة وننزل بكوباية ونص من دقيق السميد، عليها نص كوباية جوز هند سواء ناعم او خشن، عليهم نص كوباية كمان من السكر الحبيبات، ومعلقة من البيكنج باودر. هنقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض عشان البيكنج باودر يتجانس كده مع كل حبيبات الدقيق السميد. وفي الوقت ده قبل ما نبتدي في عمايل الوصفة نكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180 ونسيبه يسخن معانا. هاجي بعد كده هقوم نازلة بكوباية من الزيت والسمن عليها. لو انت حابة تعمليها بسمنة بس تمام، حابة تعمليها بزيت وسمن برضو تمام وهتديكي نتيجة جميلة. نزلت معايا بمعلقتين كبار من القشطة. لو انت ما عندكيش قشطة ممكن تستبعديها من الوصفة وتستبدليها بربع كوباية من اللبن، بلبن بدرجة حرارة الغرفة عادي. هتقلبي بقى كل المكونات دي كلها مع بعض زي ما انت شايفة كده، هتلاقيها بدأت ان هي تبقى مرملة معاكي. هنزل معايا ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة. هنزل الاول باول بيضاية وبعد كده هنزل بالبيضاية التانية، وطبعا بنطقش البيضة في طبق الاول قبل ما نحطها على المكونات عشان لا قدر الله لو البيضة مش سليمة ما تبوظ لناش كل الخامات بتاعتنا. وبعد كده نزلت معايا بكيسين من الفانيليا. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض لغاية ما البيض يختفي تماما من خليط البسبوسة، وبكده يبقى الخليط معايا جاهز النهارده. اسهل والذ بسبوسه هتعمليها ولا عمرك كلتيها ولا هتاكلي زيها تاني. اول ما هتعمليها بالطريقه دي هتعتمديها عندك ومش هتعملي اللي هي. قلبت المكونات واتجنست معايا كلها. معايا صينيه مقاس 25 هفرد فيها ورقه زبده من تحت، ولازم تفردي فيها ورقه زبده علشان تعرفي ان انت تقلبيها في طبق التقديم. لو انت مش عاوزه تقلبيها في طبق التقديم عادي هتدي الصينيه دهنه زيت وتحطي الخليط بتاعك، بس يفضل ان انت تحطي ورقه زبده. هقوم نازله بالخليط بتاعي في قلب الصينيه وهبتدي ان انا اساوي الوش زي ما انت شايفه كده. هدي الصينيه خبطتين 3 علشان خاطر لو فيها اي هوا، وكمان الوش يتساوى معايا ويبقى متساوي. هندخلها الفرن على درجة الحرارة 180 في الرف اللي في النص. اول ما تاخد معايا اللون هنطلعها. هاجي بعد كده دخلنا البسبوسة الفرن هنحضر الشربات. معايا كوباية سكر، عليها كوباية وربع مية. لو انت عاوزة الشربات بتاعها يبقى كتير وتبقى غرقانة في الشربات هتزودي المقدار. عاوزاها زي ما شفتيها كده في اول الفيديو تبقى قطعة متماسكة وفي نفس الوقت واخدة كفوها من الشربات بتاعها، اعملي كده. حطي كوباية سكر عليها كوباية وربع مية، او ممكن كوباية سكر عليها كوباية ونص مية. اول ما المية تغلي معايا هبتدي ان انا انزل بعصرة نص ليمونة، وبعد كده هسيبها تغلي لمدة 4 دقايق. اول ما ال4 دقايق يخلصوا هنطفي على الشربات وهنحط عليه كيس فانيليا. هنقلب الفانيليا عشان تدوب معايا وهنسيبه والشربات معايا هيكون بارد. اول ما صينيه البسبوسه تطلع من الفرن قعدت معايا في الفرن حوالي تلت ساعه. خدت معايا اللون الجميل ده من فوق ومن تحت واستوت. قمت ساقياها بالشربات بتاعنا وهو دافي. صينيه البسبوسه سخنه والشربات بتاعنا دافي. هنقوم مفرغينها من الاطراف بسباتيولا كده. لو وصلتي معايا لغايه هنا في الفيديو اوعي تنسي تحطي اللايك واشتركي في القناه. يلا دعموني، محتاجه دعمكم والله. انا لسه فاتحه القناه جديد ومحتاجه دعمكم. يسعدني ويشرفني طبعا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يصلكم كل جديد. ولو عجبتك الوصفه بقى النهارده حطي لي لايك واكتبي لي كومنت حلو كده. كل سنه وانتم طيبين. هنيجي بقى بعد ما سقيناها وفرغناها من الجنب هنقوم جايبين طبق التقديم بتاعنا حاطين فيه كيس نايلون، وبعد كده هنقوم حاطين الصينيه عليه وقلبينه زي ما انتم شايفين كده. طبعا اتقلبت معايا اللهم بارك لونها قمر.
ورقة الزبدة في قعر الصينية كمان ما نزلتش معاها، لان الشربات لما نزل عليها هي تشربته وسبتت في الصينية. اظن مفيش اجمل ولا احلى من كده. قطعة البسبوسة معايا متماسكة، مش مهرية، مش مفتفتة. هتطلعيها وتقدميها لضيوفك بشكل مهذب وجميل، وكل اللي ياكلها من ايدك ما هيقولك ما شاء الله تسلم ايدك. رمضان بيحب اللمة والحلويات، ويا محلى رمضان بصينية البسبوسة بتاعتنا. هتعمليها هتطلع من ايدك زي العسل. جربي الطريقة دي وان شاء الله كل اللي ياكلها من ايدك هيقولك ما شاء الله. هتزينيها بقى اي نوع مكسرات عندك، انا حطيت جوز هند وكريز، اي نوع مكسرات سوداني، فستق، اي نوع مكسرات انت حباه ومتوفر عندك زينيها بيه. ولو مش عايزه تزينيها خالص وتاكليها على كده هتبقى جميله وبالف هنا وشفا. وده كان شكلها النهائي معايا بعد ما زيناها. تحفه بجد. عاوزاكم بجد تكتبوا لي رايكم في التعليقات، انا هستنى رايكم وتقولوا لي ايه رايكم في صينيه البسبوسه بتاعتنا النهارده. وانا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، ولو عايزين تسالوا على اي حاجه في الوصفه اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. اتمنى يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه ويكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم بجد. النهارده صينيه البسبوسه جبتها لكم باسهل طريقه، لان عقده ناس كتير مننا البسبوسه بتطلع منه مفتفته، ولما نيجي ناكلها نلاقيها مكتومه من جوه ومش حلوه. النهارده هتعمليها هشه طريه من جوه ومرمله، ومن بره كده متماسكه ولونها ذهبي وجميل. ان شاء الله تعملوها وتقولوا لي فيها رايكم. انا مستنيه رايكم في التعليقات، ومستنيه اشتراككم في القناه، وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. ولسه لو ما حطيتيش اللايك حطي اللايك يا روح قلبي. اديكوا شايفين ما شاء الله شاربه شربات مظبوط، قوامها ممتاز. قطعة البسبوسة معايا اللهم بارك، هتاكليها تبقي عايزة تاني. الشربات فيها معقول جدا، ما بيجزعش النفس خالص. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.